انا ديما من ديلالو.com. ومثل ما انكم شايفين اليوم السيتنج يعني كل شيء وراي وهيك كتير مختلف. جربت اعمل شيء مختلف شوي مشان يطلع الفيديو احلى، مشان تطلع الصورة اركز، فبتمنى تكون نجحت المحاولة. انتو خبروني اذا حبيتوا هذا السيتنج ولا لا. رح اعمل لكم DIY او انه فيديو تبع اصنعيها بنفسك، شيء انتم تتعلموا تعملوه بايدكم، واللي هو تشوكرز، الاطواق اللي على قد الرقبه. كثير حبيتهم وكثير دارجين وكثير سهل الواحد يعملهم، وفيكم تعملوا عدد لا متناهي من الافكار ومن الموديلات المختلفه. بتمنى تحبوا التشوكرز اللي عملت لكم اياهم، وبليز خبروني بالتعليقات تحت الفيديو شو رايكم بالتشوكرز، بالسيتنج، بكل شيء. خلونا نبلش. الادوات اللي استخدمتها هي مقص، بنسات، دبابيس خاصه بالخرز، فوله اطواق وحلقات، فوله خاصه بالشرايط، خرز، تاسلز، ورده، فرد الصمغ وعود الصمغ. طلعت كل شيء عندي شرايط لحتى اشوف شو بدي استعمل، شي بيلمع، شي حبل شموع، شي جلد، شي كروشيه، وفي شي ما استخدمته الدانتيل الاسود لانه حسيت كثير في عندي صار شغلات. فهلا انتم مثل ما بتشوفوا هون عم فرجيكم صوره قريبه لحتى تعرفوا شو استخدمت، وهي الخرزه السوداء ما استخدمتها. قصيت هي الشريطه البيضاء على قد رقبتي وهي صارت المسطره لكل شيء. هلا لفرجيكم هذا الموديل رح اخذ هي الشريطه اللي بتلمع شكلها كتير حلو عن قريب، بدي اقصها على قد هي الشريطه البيضاء اللي هي على قد رقبتي تمام. وهلا بدي احط هذا القفل وشده وثبته بمحله باستخدام هي البنسه من الطرفين طبعا. هلا عم احط الحلقه ثبتها، هلا بالجهه الثانيه عم حط حلقه لحتى احط القفل وثبتها كمان بالتشوكر. هلا ثبتهم وهذا صار جاهز. هلا هذا تبع الورده، هذا الكروشيه، هي سلسله عم بتساعدني كمان، هي قصته على قد المسطره اللي عنا، حطيت له القفوله بس. هلا عم الزق على طرفه الورده. هلا هذا الازرق طالع شكله على الشرقي كتير حبيته. بنفس الطريقه عملته، ثبتت القفوله وهلا عم امرق الدبوس بقلب الخرزه، طعشته. وهلا مثل ما كنتم شايفين انا تانيتها بالنص مشان اعرف بالنص وين بالضبط. مرقت الدبوس بقلب الشريطه وطعشته من ورا مشان يصير مريح وخلص. هلا هذا الفضي رح اخذ الحبل الفضي، بدي اعمله 3 حبال، لذلك قصيت 3 مرات على قد الرقبه تمام، على قد هي الشريطه. وهلا 3 رح امسكهم وثبتهم بهذا القفل تبع الشرايط، ومثل العاده رح احط القفل ورح احط الحلقه. بس المختلف بهذا التشوكر رح يكون انه انا رح احط سلسال، رح ثبت هذا السلسال بالطرف الثاني، ورح احط باخرته هي العلاقه تبع ورده الحظ. شوفوا شلون ثبتها بالحلقه من فوق، وبعدين كمان ضفت حلقه للعلاقه وثبتهم اثنيناتهم بالسلسله. هلا اخر واحد اللي هو كتير سهل كمان، هذا الحبل تبع الشموع الاحمر، بدي اقص 4 مرات ما يعادل طول المسطره. رح اخذ هي الخرزه الزرقاء الصغيره، مرق بقلبها الدبوس ومرق بقلبها كمان حلقه، ثبتها وعلق الحلقه بهي التاسل، واعمل نفس الشيء بتاني وحده. هلا رح اخذ نهايه هذا الحبل الشموع، اربطه بالتاسل، ثبته كتير منيح، شده، واللي بقيان رح اقصه. اذا عملتوا اي واحد من هدول التشوكرز بليز اعملوا لي تاج على انستغرام واستخدموا الهاشتاج ديلالو. شو رايكم صبايا؟ انا نقيت لكم موديل شوي مختلفين على اللي عم شوفهم على طول، لانه حبيت هيك اغير شوي. خبروني اي واحد من هدول التشوكرز حبيتوهم اكثر شيء، وخبروني اذا ممكن انتم تجربوهم بالبيت كمان. يا ريت فيني فرجيكم العجقه اللي انا عملتها لحتى بس اعمل هذا السيرنج اللي وراي، لحتى هيك اغير شوي. ما بتصدقوا في 1 2 3 4، في 4 اضويه، والدنيا صارت كتير شوب هون بالغرفه، وعجقه، وما بعرف اذا زبط بعد كل هذا. anyways المهم الواحد يجرب. بليز خبروني بالتعليقات تحت الفيديو شو بتحبوا تشوفوا فيديوز تانيين. كمان لا تنسوا انكم تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى الانستغرام لحتى نضل عم نتواصل مع بعضنا. وكمان لا تنسوا اذا حبيتوا هذا الفيديو تعملوا له لايك، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوز الجداد. صار في كتير شغلات لازم تتذكروها. شكرا كتير على دعمكم، شكرا كتير على تعليقاتكم، شكرا كتير على لطفكم.
شوفكم الاسبوع الجاي، خليكم على الموعد. باي.